الحمد لله يا شباب، خلال الفترة اللي فاتت احنا شرحنا اساسيات قوية جدا في مجال تحليل البيانات واستخدام الباور بي اي. وصلنا لنقطة مهمة جدا وهي نقطة الداتا فيجواليزيشن. وتعالوا نوضح النقطة دي باستفاضة، وخلينا نأكد على نقطة مهمة جدا وهي نقطة ان الباور بي اي من اقوى البرامج في استخدام الداتا فيجواليزيشن بشكل قوي جدا. وده هنعرفه مع بعض خلال الفيديو بتاع النهارده. تعالوا مع بعض كده نشوف ايه الانواع المنتشره والمشهوره اللي نقدر نستخدمها جوه الباور بي اي. الباور بي اي جوه منه في الاريا تشارت واللاين تشارت والبار تشارت. في جوه منه الكومبو، وفي حاجه اسمها الجادج، حاجه شبه مؤشر العربيه كده. في عندنا الفانل، وفي عندنا السكاتر. في عندنا ماب نقدر نستخدمها جوه الباور بي اي والبروجكت بتاعنا ونرفلكت جوه منه اللوكيشنز بتاعت الاماكن، وهكذا. عندنا الباي تشارت والدونات تشارت وكولوم تشارت. ففي حاجات كتيرة قوي ممتعة جدا هنستخدمها بإذن الله مع بعض واحدة واحدة، ونشرح كل واحدة بالتفصيل خلال الفيديوهات اللي جاية. بس تعالوا نشوف شكل الفيجواليزيشنز دي بتبقى جوه الباور بي اي بشكل عامل ازاي. طبعا البوكس الكبير قوي ده الجزء الخاص ب المكان اللي احنا مخصص ان احنا نعمل فيه الفيجواليزيشنز بتاعتنا ونبني الداشبورد بتاعتنا. الجزء اللي متحدد مستطيل طويل ده الجزء ده بيبقى ده الفيجواليزيشنز بتاعتنا، حتى مكتوب فوق فيجواليزيشنز. وجوه من هنا بقى دي الباي ديفولت اللي بتبقى متاحه لاي حد ان هو يقدر يستخدم اي فيجواليز هنا. تضغط عليه تقدر تستخدمه بكل سهوله وتحط له البيانات اللي تشغل كل فيجواليز من الحاجات دي اللي احنا طبعا هنشرحها بالتفصيل مع بعض خلال الفيديوهات اللي جايه. في جزء مهم جدا وهو ان انت في 3 نقط تحت كده لو انت ضغطت عليهم. وطبعا لازم يبقى ليك اكونت في مايكروسوفت. لو انت ليك اكونت بيزنس في مايكروسوفت فتقدر تضغط على ال3 نقاط دول، ويجي لك حاجه اسمها جيت مور فيجواليزيشن. تضغط عليها يفتح لك بقى فيجواليزيشنز كتيره جدا، غير طبعا اللي متاح فقط ليك فوق هنا. فالمتاح ده اي حد ممكن يكون قادر ان يستخدم اي واحده من الفيجواليز دول. بس تقدر تضيف حاجات اكتر وتستمتع بحاجات وفيجواليزيشنز تانية لو ليك بزنس اكاونت، من خلال ان انت تضغط على جيت مور وتجيب الفيجواليزيشنز التانية اللي انت عايزها. تعالوا بقى نشوف الكلام ده على ارض الواقع في جوه البرنامج بتاع الباور بي اي بيبقى شكله عامل ازاي. لما نيجي مع بعض كده نفتح البرنامج يا شباب، هتلاقي ان انت عندك الجزء الخاص بالداتا. طبعا احنا عملنا لها اللودنج وامبورتنج قبل كده، فده الجزء الخاص بالفيجواليزيشن بيبقى موجود عندك بالشكل ده. مجرد ما انت تستدعي اي فيجواليز من الفيجواليزيشنز دي تضغط عليها، يجي لك في المكان المخصص اللي احنا قلنا عليه اللي هو المنقط ده الجزء المخصص ان انت تستدعي اي فيجواليز جوه منه. وتقدر بقى تستدعي اي حاجه. يعني هي الفكره في ايه؟ ان انت الداشبورد دي عباره عن شويه فيجواليزيشنز جنب بعض ولكن باسس ومعايير معينه، وده هنتكلم عنهم بالتفصيل. طيب امتى نستخدم كل فيجواليز منهم؟ ده اللي احنا هنحكيه باذن الله بدايه من الفيديو الجاي. فاشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.